وهو الشخص اللي بعد ربنا غير حياتي، فهو بيور اسراري. احب اعرفك بنفسي، انا امينه من شركه كيف ماركتنج ايجنسي. ايه اول انطباع بيجيلك اول ما بتسمعي كلمه كيف؟ المزاج بقى. الله بجد، على فكره فعلا ده الكونسيبت بتاعنا. انا كيف، انا عايزه اتكيف بقى، مزاجي. احنا فعلا الكونسيبت بتاعنا كده، احنا متقسمين حاجتين: نو هاو الكيفيه، بس تعملي حاجه بقى بمزاج. انا عايزاكي تعرفيني على نفسك. انا دكتور جاد ابراهيم، نائبه في البرلمان ال 15 20 عن ذوي الهمم، ودكتوره في جامعه عين شمس، وبطله سباحه لذوي الهمم، ومؤخرا بقى رئيس شعبة ذوي الهمم في اتحاد المنتجين العرب في 18 دوله عربيه. ماشي، اول فقره هنسحب من هنا، هيطلع لك ورقه بتعبر عن شعور معين. الورقه دي هيكون فيها سؤال، حضرتك هتقريه بصوت عالي وتجاوبي عليه. اكتر وقت بتحسي فيه انك مبسوط لما بقف على ستيج وانشر الامل. بجد تحفه. الفقره التانيه بقى هنرجع بالزمن شويه، هنختار سؤال بيفكرك بحاجه واحنا صغيرين، وهتحكي لنا عن نفسك. كنت بتاخد عيديه كام وانت صغير؟ 10 جنيه. ده كان مبلغ ده كده. 10 جنيه كان حلو قوي. فل قوي. طيب اخر حاجه بقى، في لعبه تروث اور دير. كلنا مين ايه؟ قولي لنا مين هو بير اسرارك. بير اسراري دكتور بسام الخوري، هو لايف كوتش لفنانين وبرلمانيين، وهو الشخص اللي بعد ربنا غير حياتي، فهو بير اسراري. نحب نشكر الدكتور على انها عرفنا على الشخصيه الجميله دي. تسلمي، هو بعد ربنا في البوزيتيف انرجي اللي انا فيها دي كلها. انا متشرفه جدا 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 بحضرتك. وانا كمان بتشرف بيكم، وحابه اشكر كارما بنتي، عندها 8 سنين، هي اكتر حد بحس ان ربنا مطلق العدل لما بشوفها. بس ربنا يا رب يحميها لك يا رب. تسلمي. انا انبسطت قوي قوي ان انا اتعرفت على حضرتك.